السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي يلا نطبخ مع ميسا. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة رمضان رح نعمل معروك بالخميرة الطبيعية مثل ما وعدتكم. حطيت مي دافية عندي نص كوب وحطيت فيهم معلقتين طعام خميرة طبيعية وحطيت لهم 4 معالق سكر كبار، يعني معالق طعام سكر عادي، ودوبتهم هيك مثل ما شايفين. وهلأ بحط نص كوب حليب دافي، أو فيكن تحطوا بدل الحليب الدافي لكل كوب طحين معلقة حليب بودرة والباقي مي. مثل ما شايفين حطينا كوبين طحين، هذا المقدار اللي حنساويه اليوم. وحطينا نص معلقة كبيرة معلقة أكل محلب، أو معلقة صغيرة فيكن تحطوا يعني محلب. وبتقدروا تحطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها، إذا غير المحلب مثلا يانسون أو شمرة بتقدروا تحطوا. وحطيت رشة ملح وعجنتهم أول شي مثل ما شايفين بالمعلقة، هيك حركتهم العجينة دبقة مثل ما شايفين. وبعدين بس تماسكت العجينة شوي مع بعضها، يعني راح الطحين ما عاد مبين الطحين، حطيت معلقتين طعام زبدة حلوة طبعا، وبعجنها مع بعضها لحتى تتماسك وتصير عجينة وتطلع من ايدي. شايفين صارت عجينة مبينة مالسة وطلعت من ايدي ما عادت ملزقة. وغطيتها وتركتها لتتخمر، تتركها تتخمر لحتى تصير ضعفين تتضاعف. شايفين الفقاعات صارت هلأ بحجم ضعفين، يعني أنا تقريبا اتحملت عندي بمكان دافي حوالي 2 أو 3 يمكن، لأنه كان الطقس كتير بارد. بعد ما تخمرت صارت ضعفين مثل ما شايفين. عم بقطع العجينة لقسمين وشكلها على شكل كرات، كل قطعة على شكل طابة. سكرها هيك من مع بعضها مشان احفظ الفراغات داخلها، وبخليها هلا بتركها ترتاح كمان حوالي 10 دقايق لربع ساعة. غطيتها، كان البيت عندي دافي يعني كفاها تقريبا ربع ساعة بس انه ريحتها. مثل ما شايفين غطيتها. وهلا جهزت بهالأثناء التمر، مديته على شكل أصابع للتمر. أنا بدي أعمل واحدة بتمر وواحدة سادة. برش رشة سمسم مشان تساعدني فرد العجينة، لأنه العجينة دبقة وعندي على مثل ما شايفين أصلا في شوية يعني طحين. وبفردها بالشوبك. هلأ عم بفردها هاي القطعة بدي رققها شوي لأنه بدي أحشيها تمر. تقدروا تستعملوا الطريقة اللي بتحبوها، يعني الشكل اللي بتحبوه. عم يطلع معي فقاعات، عم حاول أسكر الفقاعات وأنا عم بشتغل، لأنه بدي أرجع أتركها تتخمر وما بدي يطلع فيها فقاعات ظاهرة هيك، يعني لازم تحاول إنه ما أخلي فيها فقاعات ظاهرة لبرا. مثل ما شايفين حطيت التمر داخلها للعجينة وبلفها. هذا الشكل اللي أنا حساويه، الشكل التقليدي. فيكن تعملوا الشكل اللي بتحبوه أنتو. بتعرفوا المعروك له أشكال كتير بينعمل فيها. وسكر الطرفين، حطها بالصينية، صينية عليها ورق زبدة، أو إذا بدكم تدهنوا الصينية شوية زيت أو زبدة مشان ما تلزق بالصينية إذا ما عندكم ورق زبدة. وبالمقص مثل ما شايفين عملت لها هذا الشكل، فتحتها هيك بالمقص مشان تبين التمر لبرا. وهلأ القطعة الثانية لأنه العجينة كتير طرية وسهلة بإيدي شكلتها، يعني ما احتجت حتى الشوبك لأفردها، فردتها بإيدي. وأنا عم بفردها إذا في طلع معي فقاعات كنت عم حاول إنه خليهم يعني روح الفقاعات منها مشان شكلها ما ينتزع معي بعد الشوي. شايفين كيف شكلتها بشكل دائري مزبوط وبسماكة حوالي 1 سنتي سماكة العجين بالنسبة لهي المعروكة السادة. وعطيتها هالشكل الحلو بهالقالب. حاولت أعطيها شكل دائري مزبوط. وهدول هن من المعروكات. أنا عملت بس هالتنتين وحغطيهم واتركهم ليختمروا أقل شي 4 ساعات. أنا هاي الطريقة اللي خمرتهم فيها، بس فيكم تحطوا عليهم منشفة مطبخ، يعني لا تحطوا نايلون لأنه حتى ما يلزق فيهم وينزع لي شكلهم. شايفين كيف صار شكلهم بعد ما تخمروا؟ حوالي 4 ساعات أقل شي بخمرون، مرات بخمرون 6 ساعات لحتى ينجحوا معي. هاي الطريقة كتير ضرورية. ومثل ما شايفين عم بدهنهم أنا حليب وسكر. فيكم تحطوا صفار بيض إذا بتحبوا، بس أنا فضلت إني بعد عن البيض بكل الوصفة. في ناس ما بيناسبها البيض، فحبيت الوصفة كلها يكون ما فيها بيض.
دهنتهم بحليب والسكر بيعطيهم لون حلو ولمعة كمان، ودخلتهم على الفرن على حرارة 450، وهيك صار لونهم مثل ما شايفين ذهبيات وحلوين. دهنتهم زبدة بس طلعوا من الفرن، دغري بدهنهم زبدة وبغطيهم بمنشفة مطبخ لحتى يبردوا، وبعد ما بردوا مثل ما شايفين قديش الفقاعات فيهم وقديش خفيفة من الداخل ونافشة وناشحة كتير. وهي كمان أشكال تانية عملتهم مثل ما شايفين، بعد التخمير بينتفخوا كتير وبعد الشوي مثل ما شايفين شكلهم. في بالشوكولا عملت هون، وفي بجوز الهند وزبيب، وفي بالتمر. وهي سادة اللي مسكتها هلا بإيدي، حورجيكم إياها، لا تأخذوني عم صور بإيد وأقطعها بالإيد التانية، لذلك يعني إنه ما قدرت أقطع أكتر من هيك. شايفين قديش من الداخل الفقاعات فيها ولونها ذهبي وحلوة من كل الجهات، لونها ذهبي. وهي اللي بالتمر شايفين قديش نافشة، عم ورجيكم قديش نافشة. إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.